ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى فطار حلو قوي وفطار خفيف كده. لكن قبل ما اقول نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما ابدا باي حاجه طبعا عاوزه اشكر صحابي، حبايب قلبي اللي واقفين جنبي. والنهارده طبعا يوم الجمعه، يوم حلو قوي، يوم جميل، والشمس طالعه حلوه. هي كل يوم طالعه حلوه الحمد لله، يا رب كده الجو يفضل حلو كده. طبعا انا بشكر صحابي وبشكر الناس اللي عماله تدعمني والناس اللي عماله تدعي لي. يعني في ناس انا ما اعرفهاش والله ولا تعرفني، عماله تدعي لي وعماله تكتب لي في التعليقات حاجات، يعني كلام حلو قوي. دايما الكلام الكويس دايما بيبسط الناس، ودايما بيخلي اللي بيعمل حاجه بيعمل حاجه احلى احلى واحلى من الكلام الحلو، من الكلام البسيط منكم. انا عارفه طبعا انتوا مش بتجملوا لي. طبعا انا عارفه ان انتوا بتتكلموا من جوه قلبكم طبعا، ودايما بتدعي لي، ودايما بتحمسوني ان انا اعمل لكم حاجات بسيطه في البيت. وشكرا للبنوته اللي بتقول لي انت مش بتعملي حاجات مكلفه وفي نفس الوقت بتعملي حاجات حلوه قوي وموفره في البيت. طبعا انا بشكرها من جوه قلبي طبعا، وبشكر كل اصحابي وكل الناس اللي عماله تدعمني والناس اللي عماله تدعي لي. طبعا النهارده يوم الجمعه، يوم حلو قوي. اتمنى طبعا يوم مبارك عليكم وعلى كل المسلمين يا رب. ويا رب ربنا يا رب يرحم كل أموات المسلمين. يا ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم، ويجعلهم يا رب من أهل الجنة يا رب. وطبعا ويخلينا ويخلي الأمهات، ويخلي يا رب الأبهات كلهم، وجوازنا وعيالنا وإخواتنا يا رب، وأصحابنا ربنا يخليهم من كلهم يا رب ويحفظهم. ويحفظ كل البنات وكل الشباب يا رب، وينجحهم دايما في حياتهم في الدراسة بتاعتهم. ربنا يا رب ينجحهم يا رب إن شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هنعمل مع بعض طعمية. انا عارفة طبعا ان الطعمية غليت والدنيا اصلا ولعت. فانا حبيت طبعا الطعمية طبعا ب5 جنيه، مش بتعرفي تروحي تجيبيها. مش بتكفي يعني، او مثلا الطعمية ب10 جنيه مش بتكفيكي، مش بتكفي الاسرة بتاعتك. فانا حبيت اروح اشتري طعمية من اقل حاجة، يعني عجينة طعمية ب5 جنيه. والله انا اتبسطت منها جدا، وكمان عملت نصها وسبت النص تاني في يوم تاني اعمله. بجد والله العجينة طلعت معايا كويسة جدا. طبعا انا جبت جزر، وجبت بصل وفلفل، 2 ميل فلفل، بصلاية صغيرة قوي. وطبعا لو عندك جزرة الحجم بتاعها يكون صغير. تمام. ولو في خضر محشي تحط عليها، وطبعا نمسك العجينة ونفضل نقلب فيها. وطبعا لو انت عايزه تحطي بهارات تمام ماشي، بس انا محبتش ان انا احطها علشان خاطر العجينه بتاعتي مش تبقى غامقه. تمام. وبعد كده طبعا انا زينتها بالسمسم. طبعا انت لو عندك طبعا لو عندك كزبره اللي هي المحببه ديت ما فيش اي مشكله، ممكن تحط عليها كزبره من فوق، طعمها حلو قوي. والطعميه كمان يعني مش رفيعه او مثلا، يعني هي كويسه يعني كمان. انا كمان اصلا فطرت منها والاسره بتاعتي فطرت منها وفاضت مننا كمان. يعني مليانه في نفس الوقت وكويسه وبتكفي كمان الاسره. ودي طبعا الفول بتاعنا. انا طبعا مسكت الفول وجبت سمنه، معلقه نص معلقه من السمنه. طبعا شوحتها طبعا في الطاسه بتاعتنا، وبعد كده حطيت الفول وحطيت عليه كمون وبهارات وكل حاجه. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، دي الجبنه. طبعا انا بحب قوي الجبنه احط عليها حبه البركه. انا ما اعرفش انتوا بتسموها ايه، بس هي عندنا اسمها حبه البركه. تمام. طبعا انا حطيت عليها زيت زيتون، زي ما انتم شايفين كده طعمها روعه قوي بالحبه البركه. والحبه البركه كمان مخليه لها طعم تاني وخطير، والله طعمها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين طبعا هنقطع الطماطم بتاعتنا شرايح. طبعا لو انت عندك خيار مفيش مشكله، يعني خيار او طماطم زي ما انت حابه يعني. تمام. ولو في بقى مخلل بقى تحط مخلل مع الفطار كده حلو. طبعا هنجيب طبعا العيش بتاعنا هنقطعه زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اقطعه، لو مش حد حابب هو بيقطعه كده عادي مفيش مشكله، يعني ان انت حابه، يعني ان انت حابه مفيش مشكله. اتمنى يا حبايبي ان شاء الله يكون الفيديو بتاعي يعجبك. طبعا انا بشكر طبعا حبايب قلبي. متنسونيش بقى بتاعه حلو، متنسوش بقى تعملي ليا لايك، تعملي لي اشتراك للقناه، وتفعلي ليا زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. مع الف سلامه حبيبتي، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.